أقدامه الجميلة وموهبته الكروية العالية جعلت أكاديمية لاماسيا في برشلونة تسعى إلى التعاقد مع الطفل العراقي أحمد ضياء. هذه الموهبة الفذة ربما سيكون مقدرا لها أن تقارع أكبر نجوم العالم من خلال تواجدها في إسبانيا، ولما لا يكون خلفية لميسي في هجوم برشلونة. الذي نظر العاشق إلى قدمي وأطربت مورا وغاتما به ملل. قد يشاء القدر لقدم الطفل العراقي هذا أن تكون واحدة من ألمع أقدام نجوم الكرة العالمية، فشكله وأسلوبه المتميز في اللعب يذكرنا بالبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. وأكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة المعروفة بابتكارها للنجوم ها هي الآن تضع نصب أعينها تنمية قدراته، ومن يدري لربما ميسي الأرجنتيني يكسر القوانين ويبقى حاضرا لسنوات إضافية في عالم الساحرة المستديرة، ولكن بجنسية جديدة واسم مستبدل بأحمد ضياء. اسمي أحمد ضياء، أنا أكاديمية برشلونة دزوا علي 20/6 وأنا أحب الطوبة من كنت صغير، أنا أحبها. أبوي علمني دربني وأمي يشجعني وبابا يشجعني. الطوبة صديقتي، أنا من أنام وياي مستقبل أصير إن شاء الله نفس ميسي أحسن. ميسي أنا حركاته نفس حركاته. الطفل الموهوب بفطرته المولع بمعشوقته الكرة يطلق عليه الكثيرون لقب ميسي العراق، والفضل في اكتشافه يرجع إلى والده الذي تبنى تطوير إمكانات ابنه منذ أن كان في الثالثة من عمره. من عمره تقريبا 3 سنوات ونص موجودة فيديوهات له. بديت أمرنه أدربه أخذه للملاعب، دائما يتابع مباريات على التلفاز. نشكر كل المسؤولين بأكاديمية برشلونة اللي هم أول من رحب بقدوم حمودي والمشاركة هناك، وطبعا كلش فرحانين احنا من دزوا علينا ودزوا على حمودي، وحمودي كلش فرحان. الوالده تعب علي بصراحه ومعاناتهم، هم ناس من اهل قلت لك من اهل الموصل سابقا، يمكن تكلموا وطرقوا عليه حديث انه الاخ ما قصروا ويا ابوه تعبوا الحاله من التهجير القسوه من الامور اللي والان هم الان في كركوك، وان شاء الله املهم في هذا الطفل هذا. أحمد ضياء الموهوب الواعد لربما يكون اسما عراقيا يسطر أمجادا في الملاعب الأوروبية والعالمية، وتلهف ناد كبير بحجم برشلونة على استقطابه ما هو إلا مؤشر على براعته الكروية. أنس عادل، قناة المدى، بغداد.